سمير الليل مع مصطفى الهردة على MFM. نسمعوا خويا أيوب من أكادير. أهلا وسهلا. السلام عليكم اخويا، كي داير؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، كي داير؟ التعقيب كل شيء هو الله يبارك فيك. الحمد لله خويا. واحد القصه والله العظيم ما كاينش شي واحد في العائله عندي كل شيء عارف القصه عندي صعيبه واتخاذ خويا مصطفى قسما بالله. راه سيدي نسمعوا شويه عليك، حنا راه عندنا الخاطر كله باش نسمعوك اخويا ايوب. دابا انت غير توسع معنا خاطرك، حتى الا سولناك شي سؤال باش نعرفوا شنو كاين جاوبنا على قد السؤال ديالنا وحنا معاك. الله يرحم لك الوالدين. شحال اخويا في العمر ديالك نتايا؟ عندي دابا انا ولد 1987. اييه هكذا دابا واحد 38 عام وقيله مش حقق 39 وكاك. المهم القصه ديالي دابا اللي طاريه ليا دابا انا كنت ساكن بلاتي. دابا هاد القصه واش بغيت تبداها لنا من الزواج ولا قبل الزواج؟ لا نبدا لك من نهار تلاقيت مع هاد السيده. دابا ملي تلاقيتي مع هاد السيده شحال كان عمرك؟ كانت عندي دابا 6 سنين ديال الزواج. 6 سنين ديال الزواج. وشحال هادي باش تلاقيتيها قبل ما تتزوج بها؟ تلاقيتها نقولها بشي سيمانه. لا دابا سيمانه تزوجتي فيها ودرتي كل شيء. قسما بالله ودي اخويا هذا الكلام اللي نقول لك اخويا واخا عارف انها كيتصنتوا لي كل شيء. هادي شوف دابا تجربتك هادي، هذا الحياه ديالك هادي انت دابا انت السيمانه اللي تلاقيتي المهم داز على زواجك، يعني في الوقيته اللي تلاقيتيها سيمانه صدقتي مجوج خاطب داير كل شيء في سيمانه. وي قسما بالله كنت خدام في هاد المكازا. اييه ديال رومبارا ديال مطيشه ديال داكشي اللي كيصدروا لبرا. اييه كنت خدام فيها بخير. جات هاد السيده بحال قلتي جات من واحد البلاصه بعيده واحد شويه في المطار. اييه كيقول لي واحد البلاصه كيقول لي اخربان. زرو اخربان كنعرفها اخربان. الله يودي فيها خوتنا وصحابنا كاينين. هي جيتي تملول. اييه زيد سيدي. اييه كيجيبوهم من يجلس الترونسبور جابوهم المكازا عندنا تما كنت خدام انا قبل منها خدام شي عام. تحياتي لخوتي خواتاتي اللي تسمعونا في 96.5 في MFM في اكادير. مرحبا اهلا وسهلا. شكرا اللهم يهديك الله بخير ودي خويا. شكرا مي بعدا مي ديال الخط وانا فرحان بزاف. الله يبارك فيك سيدي. مرحبا بغيت شي حد اللي غيتصنت لي على شي اي واحد كيتعاون ليه كيتصنت ليك ولكن ما كي المهم ديك السيده تلاقيت معها جات خدمه المكازا. كانوا الدريات تمايا كاع الدريات كنعرفهم وكنهضر معاهم عادي جدا بحال خواتاتي وكل شيء. كانت يعني اي وحده كبغيت شي انسانه فيهم يعني نجبد معها الزواج شي حاجه غادي يعني غادي نتزوج. غير فاش جات هاد السيده صافي. دابا بلاتي اعطيني خاطرك وقول لي انت واش كنتي خدام فاش دابا شنو هي الظروف اللي تلاقيتيها فيها بعدا؟ الظروف تلاقاتنا في الخدمه. هي تا جات خدامه. هي جات خدامه. زيد سيدي. كيفاش تا وليتوا بجوج؟ دابا انا كنفرق دابا السلعه على العيالات. وهي جابوها وسط العيالات اللي خدامه العيالات وانا كنفرق عليهم السلعه. واحد الوقيته تناقشنا على شي صندوق لا زدتيني صندوق ما زدتك الصندوق. صافي تنفعلت طلعت واحد الطلعه صعيبه. مع الدريات طارموني ما عارفانيش من عصابي. هي زعمات عليا. صافي ملي زعمات عليك الزعامه صافي هضرت فيها قلت لها علاش كدير هادشي. صافي طمرت عليها. كانت مع واحد صاحبتها كتخدم معاها. صافي خلاوني درت واحد الدوره. هي عيطت هي صاحبتها قالت لي خويا بغيت نهضر معاك. اشنو اختي؟ قالت لها ودات الدري اللي وقع لك معاه المشكل راه صاحبته كتطلب منك مسامحه. قلت لها ما كاين حتى شي مشكل انا نهضر معاها. مشيت عندها قلت لها ما كاين حتى شي مشكل اختي المسامحه. وهي دخلنا واحد الدخله قالت لي راك داصر شويه. قلت لها الدري داصره. صافي فين دخلنا هي فين صافي بغيتها وبغاتني. داصر تتبغي وحده تقول لك داصر اصاحبي. لا زيد. انا دابا بحال قلتي الدريه تمايا كيحشموني داكشي كيقولوا دا عصبي صعيبه شي وحده غادي تكون معاه فهمتي. والله ما فهمت والو. انا ما قدرتش نستوعب وحده كتقول لك داصر شويه توليتي ملابق انت وهي في السيمانه. غريب داكشي والله العظيم. علاش؟ رانا اشرح لي باش نفهم هادشي باش نقدر ندخلو لدماغي.
عاد تدخل لابد معاك. قول لي. داك الانسانه مخبيه شي حاجه على والديها وبغاتني انايا، يعني مي قالت لك زعما بغات واش نقدروا نقولوا باللي هاد المراه كانت تتقلب على كاغيط ديال الزواج؟ لا، هاد المراه بحال قلتي كانت كتقول لهم انا دريه، فهمتي؟ اييه انايا مي وصلت لها هادشي علاش قلت لك انا واقيلا هي كانت تقلب غير على كاغيط ديال الزواج. انت فهمتيني. هادشي اللي باين. ومصيبه فاش قالت لي ودي صافي ما قلت لها ودي واش تقبلي توجبي داك الشيء، قالت لي ما كاينش مشكل. ولكن بلاتي كيفاش داصر شويه ولا ما قدر نستوعب ما فهمتش. صعيب زعما وانا معاك، انا راه محتاج باش كنسمعك باش نفهم هادشي اللي كتقول لي هذا باش نقدر نستوعبو انايا. المهم فاش قلت لها قرتو في الاخر صدقتو مزوجين. والله العظيم مع قلت لها شوف، مع قلت لها واش خاصنا بلاتي نديرو شي حاجه نذكروا بعدا شي معنا كاري غير بويت وكوزينه ومريح داكشي، خاصنا نقلب على شي دار وكذا وكذا. لا فهمتي، انا غنعاونك. فاش اش قالت لك نعاونك؟ ايوب ايوب خويا. نعم اخويا. انا قلت لك كيفاش قضيت نعاونك؟ قالت لي نعاونك زعما بالمصروف حتى النهار تخلص انت. وياك بلاتي، وياك هي اللي جات الاولى زعما هي اللي جات الاخرانيه. ما فهمتش كيفاش الاخرانيه. حيت هي جات لقاتك خدام، انت علاش تقول لك نعاونك بالمصروف تخدم انت دابا لا، انايا داك الشيء اللي كنشدو انايا نقول صراحه الله ودا خويا مصطفى سمعني. داك الشيء اللي كنشدو يعني بحال قلتي كيمشي ليا فين كيمشي ليا في كنبريت انايا كنكمي سميتو الحشيش نبلي به كنكمي وكيمشي ليا في كنخير بزاف. بحال دابا كنمشي واحد المول كنبين زعما راني لاباس عليا، واخا انايا هذا كنمشي نشري شي سبرديله وشي سروال اللي من فوق طاقتي انا كنشري، فهمتي؟ يعني باش انا بنادم ما يقولش يا ودي السيد راه خدام زعما شي خدمه. لا الحمد لله كنبين لبنادم باننا لاباس الحمد لله راني بخير. المهم اشنو طرا ديك السيده فاش تلاقيت مع ديك السيمانه صافي مشينا صافي قادين عذرت هي قالت لي الحد غادي تجي عند والديا باش تهضر معاهم وتجيب امك ونتفاهموا. درنا نهار الحد كرينا خطاف دانا حتى عندهم اخ ربان ودخلونا تمايا واستقبلونا بواحد استقبال زويان. امها خالتها بنات خوالاتها فرحوا بينا، عندهم هما دارهم. فرحوا بينا صافي بخير. انايا فرحت لان الناس بسطاء بحالي زعما ما غاديش يتشرطوا عليا كذا صافي. المهم باها وامها قال لك اودي انا بغيت والو، انا بغينا غير الدريه واخا انت خدام مكازا ولا غكاري ما كيهمناش غير بان بنتنا صافي بغاتك صافي. انا ما نطمعش فيك تكون عندك وعندك. انا فرحت صافي قلت هذه العائله اش كتقلب انايا اللي غادي لحاش انايا كبرت بلا اب صافي. قلت هاد الناس بعدا ملي كاين هكا يعني غادي عائلتي بعدا عائلتي الثانيه واخا. المهم داك السيده خبات عليهم واحد الحاجه بعدا. اشنو؟ قالتها الوالده عيطت عليها وهضرت معها بيني وبينها قالت لها الله يرحم لك الوالدين اذا جيتو النهار غتجيو نهار الحد نقولوا ما تقولوش بان ايوب كان مجوج. اشنو؟ ما تقولوش للوالديه راه ايوب كان مزوج. معنا بلاتي دابا بلاتي كيفاش واش على انت كنتي مجوج؟ كنت مجوج. ورا هادشي ما قلتيش لنا داكشي باش ما عرفنا. واخا علاش هذا شي وقع ليا. شنو قال لي ودي هذاك بلاتي وعاودنا على الزواج الاول. عاودنا على الزواج كتقراطي لنا في هذا البوح ديالك هذا يا اخي. ما بغيتش نجيب لك معليش داك الجواز الاول نسيت هذاك. لا ولكن عاود لنا باش نعرفوا هذه الحياه. حيت دابا هادشي انت اللي درتيه بشي شكل ما كيبان ماشي زعما متزن اكثر. اذا انت كنتي دزتي من شي تجربه زعما قلتي ديال الزواج. شحال الزواج الاول شحال دام 2 عامين. وهذه حتى هي اللي تزوجتيها المره الاولانيه
حتى هي تلاقيتيها في شي خدمه ولا هذيك كانوا اختاروا عليك والديك ولا شنو؟ لا، هذه كنت ساكن في خميسة عميرة، لا عرفتي. كنعرف مزيان خميسة عميرة. كنت ساكن فيه وكنت داصر شويه، كنت مخلط مع داك الدراري اللي كيبيعوا داك الزبل. وهي جات برانيه واقيله تمايا مع مجري على والديها شي عامين ما دخليناش لدارهم، مجرين عليها ويجي مخبيه في الخميس. وجات وتلاقيتها تمايا وصافي، وجات كتبكي عليا خويا عذقني راه ما عندي من ناكل، ما عندي فين نبات كذا. بقات في ديك الانسانه، قلت لها اش غديري؟ الشفقه. يلا معايا. يلا معايا. جوا الشفقه فين تيخرج. زيد اسيدي. قلت لها راه كاينه الوالده. هي قالت لي لا، حتى كتب وحدك زعما راه كتب وحدك ما مشيش معاك. قلت لها لا، كاينه الوالده في الدار، يلا. ديت المحل مع الوالده مش شافتها، قالت لك اسيدي السيده شكون هي ما شكون هي. قلت لها السيده راه غير نخليها، راه نعطي بنادم الوقت فيها تخرجنا، نعطي بنادم شنو الظروف، حتى حنا واحد النهار يوقع لك بنادم بحال راه يقدر بنادم يعاونك كذا. انا المره الاولى ماشي زعما عجبتني شي حاجه، لا، انا كما قلت شفقه. هادشي اللي كاين. صافي الوالده، المراه كتعرف المراه، الوالده باتت مع هذيك الليله مع الصباح عزلتني بوحدي. قالت لي ايوب هذيك السيده اما غصيفتك الحبس اما غصيفتك الروضه. الوالده شمات شنو كاين؟ قالت لي ديك وحده عارفه جايه هاربه، راه شيء طبيعي. ما يمكن تقول لك النتيجه الوالدين، راه ما يمكن لها تقول لك الا هادشي. وهي صافي انا قلت للوالده السيده غتبقى عادي، خليها، انا اجر او سبيل الله، خليها تبقى هنايا حتى النهار تلقى شكايه ولا شي حاجه تمشي تكري. هادشي راه ما فيه لا سبيل الله لا والو. راه جوج الناس متوافقين ومتراضيين، خصهم يكونوا مجوجين ولا ما يكونوش مجوجين. هادشي ما فيه لا سبيل لا والو. زيد اسيدي. هذا هو. المهم دوزت معايا السيده غير شي 3 ايام واقيلا، باقي كما كملنا السيمانه. السيده ولات كتقرب ليا بزاف. اكثر ما كيكون كتشوفني زعما جاي ناشط شويه كتقرب مني. صافي السيده ولات يعني ولينا علاقه. صافي طورت علاقه مده 6 شهور. صافي السيده كتقول لي بانني انا راني حامله، راني كذا راه كذا، خصك دير الاوراق كذا كذا. الوالده قالت لي لا. الوالده مسكينه عندها نيه. قلت لها شوف ام انت، انا السيده لما ديتهاش ما نتزوجش بها راه غادي نمشي للحبس. قلتي لي راه دابا راس الحباله هذه وكذا خصنا نعتقوا. المهم قالت لي كتكذب عليك ديك السيده، ما كاين والو، انت راه تخرج على راسك. مش سمعت مسكينه الحبس. الوالده قالت لي صافي وليدي اللي بغيتي غنديرها معاك. صافي قبلات معايا وهذاك، مشينا جرينا على الاوراق مسائل. ناضت عيطت على ماماها، قالت اول مره تهضر مع امها، قالت لها امي انت راه ما سمعتوش. المهم قالت لها انا واقيلا دبرت على الراجل غادي باش غادي يرجع بوراقيه للدار. هادشي اللي كاين مع خوتك وبوها كيقول لها النهار غترجع عندنا هنايا معايا ساكنه في تيكي. واخا ماشي مهم. زيد اسيدي. قال النهار غترجعي راه غادي راه راسك غنقطعوا لك. بحال هكا قالوا لها. هي قالت لي بحال هكا، قالت لي قالوا لي ما انا خصنيش نرجع للدار. صافي النهار جات ما معنا، هي وقفات معنا وضو افتكي وين نيت صابوا داكشي تما المقدم دوروا معاه داكشي زرب على داك الاوراق داك المسائل. صافي العشيه نيت دخلتني انا والوالده وهي نيت عايش سميتها ديك بلا ما نسميها. وكانت حامله هي ديك الساعات نيت. انا جايك الهضره. المهم دخلنا صافي جا باها حتى هو صافي فرح بها ملي شافها زعما راه السيده راه مجوجه، زعما كذا راجلها هو كاين كذا. والسيده الا شتيها غتقول فايتاني شي 10 سنين، صحراويه وقداش تبارك الله. انا كنبان غير بحال شي دري قلتي ديال المراهقه وصافي. وهي بشحال فايتك ولا ما فايتكش كاع؟ ما فايتانيش قدي ديك الساعه. واخا ديك الساعه عندي تكون عندي. المهم علاش شفت العين كتبان انت صغر منها. زيد اسيدي. صغر منها وحنا سمعت هذه الكلمه، انا سمعتها بونيه واخا سمعتها نهار اللي دخلنا عند والديها. عزلت امها وقالت لها واش هذا هو راجلك؟ سمعتها بونيه. قالت لها قالت لها باقي صغير يعني وين جيتي؟ ملي دبرت عليه يعني تا امها متفقه معاه. ايوا المهم هذيك السيده فاش درت معها العامين
السيده ولات كتجي عند خوتها وخوتها راجلاتين في الحبس، وعندها الدراري، ولكن الحاجه اللي خايبه فيها كتلعب لا تخرج. نهار ولات كتجي عند الاخرى دخلات في راسها صافي، بعدات من داك الزبال صافي حطات راسها ولات كتصنت الهضره مسائل. جات عندها ولات كتجي عندها مره في السيمانه كذا، ولات كتعمر راسها. دابا اصلا هذاك السيده داك اللي هاد المره الاولى قلت لك انا كنعاود لك عليها، قبل ما نتلاقى معها عاودت لي قالت لي ودي راه كنعرف واحد السيد هو شيبان تكون عنده شي 60 عام، كيفاش هو عنده الديور وكيبيع داك المنداري، كيبيع في التيكي والليمون. زعما قبل ما تجوج بها هذا الشيء كاع عاودته لي. عاودت هي قلت لها معنا، قلت لها جيني صراحه الناس باش تاني ندير معك زوين، لو بغيتي دير زوين انا نديرو معك ونساو كلشي. اشنا هو هذا بغيتي زوين؟ يعني باش ديك الساعه عاود لي عاود لي كلشي صراحه، عاود لي دابا قبل ما حد النار نسمع عن شي واحد. قالت صافي جات ولات كتقول لها السيده راه السيد كيسوي عليك. انا ما فراسي والو، السيده جايه عندها كتهضر معها حتى شويه كان كيصوني التليفون، والتليفون اي تليفون كيصوني واحد التليفون داك العظيم داك الصغيور. وهذاك الصغيور الا ما كنتيش مريقلو كتبقى الصوت كيتسمع. انا مع البيت الصغير وقاعد انا غير قدام الباب مع كريم مع الجيران، وقاعد انا قدام الباب قسم بالله الا كنسمع خوتها كتهضر معاه وكيقول لها خرجت التليفون من الشرجم، كطلب من الشرجم من ديك البيت باش ما نسمع الصوت، وكيقول لها انظرا واش فلانه طلقات من هذاك ولا مازال. انا سمعت الهضره ما قلت والو اخويا مصطفى، قسم بالرب شديت في قلبي سكت. دخلت اللقطه داروا فيا حال شوفات هكا طلعت التليفون هي، قلت لها ماكي؟ قالت لي راه اخويا برزتني قال لك اودي فين مشيتي؟ قلت لها على ما كنتي ولادك وهذه حاكمك زعما فين مشيتي؟ هذه اختها. سكت انا ما قلت والو. قالت لي انا غنمشي، قالت لها صافي غادي نمشي يلاه يوصليني. قلت لها انا ما غنمشيش نوصلك، سيري انت وصلي على الطاكسيات وديك الساعه رجعي. جات انا يا خويا مصطفى خرجت للشهاده داك الساعه بقيت من ديك الساعه، خرجت للشهاده. مشيت اخويا عند اللي كيبيع داك كيقول لها اللحيه. جيت اخويا شي ايترو، مشيت للبيت قبل ما تجي دخلت سدت عليا وكنشرب كميت السلطه وجات. فاش جات قلت لها بغي نخرج انا وياك برا نهضروا. قالت لي اي. جيت على واحد البلاصه تما حدا كوميساريه جديده باكسوس. جيت تما واحد الساعه وريحت انا وياها. تصورت طلعت ولد اخويا مصطفى وانا ادويه ماك ساكت. قلت لها في راسك الامنيه اللي كنتمنى شنو هي؟ قالت لي شنو هي؟ قلت لها كنتمنى نعيش انا وياك بسلام وتجمعي راسك ونديرو وليداتنا ونكبروهم غير بشويه. تقول لي واحنا دابا اش كنديرو؟ قلت لها دابا تقلبات لي الامنيه، لا ما قراتش دابا الامنيه نشدك شي نهار صوم بالرب ونقطعك ونقليك. قالت لي علاش؟ قلت لها داكشي اللي سمعت. واش قالت لي؟ قالت لي بغيت نكر دغيا، لا سيدي راك كتعرفوا وياه وكذا. قلت لها دابا اختك ولات كتعرف وراك دابا حس هادي ديال خوت. قلت لها اش غديري؟ صوني دابا ليها دابا غتكون قدامي هاك التليفون صوني. قلت لها اش نقول لها؟ قولي ليها شكون هذاك اللي قال لك فلانه. قسما بالله ود اخويا ربي راه كبير. العناصر الاخرى ما فاهمه والو كتسحبها بحدها. قالت لها اش بغى هذاك قبيله؟ قالت لها وراه قال لك واش انت باقي ما بغيتش تجي تطلع عليه تشوفيه واخا مره في السيمانه. ساعه بس ثلاث التليفون. قلت لها صافي السلام عليكم ولاد الناس. هذه في الدار قدامي، هذه في الدار وهي كتبكي قدامي، هذه بيان صافي تكفرت ولد اخويا مصطفى. دخلت للبيت كاين عندنا الجيران. قلت لها صمي بوك ما تهضريش ولاد الناس، السلام عليكم دخلي. درت قعدت حدايا وكتقول لي لا ما كتفهم والو، هذاك السيد راه هو اللي باغيني وانا ما بقيتش بغيتو، وكتعاود ديك القصه ديالها كتبرد فيا. شويه ما بغيت نعس نط اخويا درت جوج قفوله داك قفل بالساروت. انا معاك خويا شويه وفاش ما جمع شويه داتني الغميضه هذيك جوج ثلاثه هكاك داتني غدا نعس. ربي ملي ضربتني ولد اخويا مصطفى وبقيت مع داك السبعه ديال الصباح
لا كندير بعيني هكا كيبان لي الباب مترع او هذيك كي دارت السيده تحلت الكفوله او خرج كنجري حفيان كنقول الجيران باقي جايه كيفيق مع ربي واش ما باش لكم فلانه قالت دير لا ما سمعنا تقرقيب ولكن ما حسينا بوالو ما عرفنا شكون صافي السيده مشات عرفات صافي مشيت انا صافي تلفت حتى هي كنت كنبغيها ولكن انا ندمت كاع الصراحه خويا مصطفى ندمت على علاش حيت عمرها ما زادت العين في الوالده وعمرها ما دارت فيا وعمرها ما زادت فيا العين ولكن للاسف دابا انت مع ذلك التجويجه كان من المنتظر انها تكون فاشله، لانه دابا هاد السيده ما بعيداش على اختها، واختها راك عارف راجلها ربما في السجن وكدير ربما كتلجا للدعاره، يمكن تخرج معاها، يمكن محتكه بها، يعني كان داك الشيء جاي للفشل، يعني كان طريقه باين. ارى الناس يدير رجع دابا شحال دوزتي؟ عامين قلتي لي فهاد التجويجه هادي؟ عامين اخويا. ما كان فيها لا ولد لا بنت لا والو؟ لا ولد لا بنت لا والو، ولكن صيفطتني للايت من الاول للحبس. درت فيها عام ونص اخويا. اش طرا ليك معاها؟ كيفاش تصيفطتك للحبس؟ حيتاش نهار تلاقيت معاها وهي خارجه طيب داك الشيء، انا راه قلت لها ودي راه باقي متبوع بانني كنت كنبيع ديك الساعه مخلطه مع الدراري كندير حشيش. قلت لها ودي راه بحال قلتي لو شيرشي. والنهار قادين في الورقه ديال الجواز انا ويا قسما بالرب العام نقدم وليد دخل والله اعلم، فهمتي مع ولا انا الاسرار ديالي. داكشي تقاد دابا الريت داكشي الوراق تقاد واخا، ولكن كيفاش تدخلاتك للحبس؟ نهار هربت ليا ودي خويا مشيت كنجري لعند التيكيوين تما، مشيت الطاكسي كنجري تما كنقلب كنقول لوالد امها خرجي المراه عندك، تقول لي ما كايناش عم ما شفتهاش انا فين مشات الله اعلم. شويه بتعيط لي راه خوتها يلا ولا خوتها ملي كانت لي خارج ما كانش خوتها كانوا يقتلوها. المهم كتعيط عليهم صافي مشي يجي انت ما قال نعس الشيطان فلان صافي سير بحالك صافي جد مابقاش كنهضر معاها صافي حيت ما مابقاش ما اصلا ما دات لي النمره ولا هربت لها التليفون بلا والو. صافي دات واحد المده ديال شهر ودي خويا هي الصوني ليا كاينه الوالده معايا مع ديك جويت 12 ديال النهار. قلت لها فين كاين ايوب؟ قلت لها شكون معايا؟ قالت لي انا فلانه. قالت لي فراسك خرجت عليا. قلت لها علاش خرجت عليك؟ قالت لي رجعت دابا كنشرب وكندير. قلت لها راه انت اللي بغيتي تنافس هذا الشيء، راه انت اللي غدار، انت اللي خضرتيني وبغيتي ديري وانا درت معاك غير مزيانه بنت الناس وتعاملت معاك. وكانت كتشرب معاك فاش كنتي انت كتشرب في الدار فاش كنتو مزوجين؟ والطعم اقسم لك يمين انا قلت لك راه ندمت على ديك السيده، فكرتيني بها قسم بالله ندمت عليها. اما الثانيه خليها راه الجمرات كتحصل عندها الكالعه، خليها على الله وصافي، خليها على الله، راه بنت دارهم هادي زعما. واخا خليني دابا بلاتي مازال كاع ما وصلنا للثانيه، زيد سيدي انا معاك دابا باقي في الاولى. المهم ودي خويا مصطفى قسم بالله لا تلفت كاع، قسم بالله علاش صافي تلفت لي مع الاولى مع الثانيه. علاش كتشوف كندير مزيان اخويا ولا خا كيدور عليا قسم بالله عرفتي. المهم السيده فاش مشيت كنسول داكشي صافي النهار اللي صون داك الشهر قلت لي صونات ليا، قالت لي واش كاين في الدار؟ قلت لها فلانه كاشعي وانا. قالت لي ودي انا تبليت انا وليت عاوتاني نرجع لداكشي. قلت لها شوفي ما كيهمنيش انا غير رجعي وهذا الشيء كامل نحيدو ونرجعو كما كنا وحسن كاع من كنا بحال قطع ولا زعما كنبكي. ويد بي واحد النقطه شي واحد احتاج. قلت لها كاين الوالده على نيتي. يقول لي خرج من الدار وخرج على الشانطي بعدا وهضر معايا باش نسمع حد. قسم بالرب خرجت من خد الزنقه درت ورا الشانطي وغادي وكنهضر قسم بالرب الدموع طاحوا لي من عينيا. واحد شويه خويا حتى كنتلفت كنلقاو جوج ديال وقفوا عليا هكا. هاد الشيء وانا كنهضر ويقول لي الشاب هي قطع. قلت له كنهضر مع المراه اللي لا قطع بعدا. ويقول لي هي شكون؟ قلت له ودي البوليس. قطع التليفون ديالها صافي. قال لي ودي لاكارت. قلت له الشيء غير ما زدت راه كاينه في الدار عند والدها صافي دابا تجيبوا لي اشنو السميه ديالك؟ جينا الصراحه قلت له ايوب كذاك اييه. هو يقول لي بلاتي رونداني طلعت مع هذاك الشيء اللي كندير كديروا في بيكرا. طلع عندهم تما بيكرا انني رشحت. اييه. ويقول لي بيتاكد ويعيط لامك يلاه صوني لامك ولا تجيب لك لاكارت دابا.
هو داك قلت له بامو انت راني شدوني ديك الشيء كاين في الشانتي خرج لي لاكارت خرجت له روندانو قالوا راه شي صافي طلعوني الوالد كيقول له ماشي عنده قال له ودي سيري عطي له بيقرا حنا غندي بات عندنا بعيد من الاول الصباح راه تلقايه بيقرا صافي داوني اخويا صافي ملي مشيت درت تما ديك الليله صافي كنفكر اش هادشي اش وقع ليا واش درت لي فوت شنو اش هادشي صافي الصباح داوني تما صافي والله واحد زعامي مسكين الله يعمرها الله يخلي ليه المهم عنده حال المهمه حتى هو مسكين عاود لي عليها بقات فيه الوالده مسكينه وقال لها شوف هاد المهمه انا صراحه الله نقول لك ولده مالو قالت لي مالو قال له ودي راه عنده ممكن بلان ديال الحشيش راه عنده دار ولا حدا شي اللي كان دير لي انايا انا قال لها ودي واحد القضيه واش نجوج ولدك قلت لي مجوج ويقول لي ايوب واش قاري قلت لي قاري ويجيب لي واحد الورقه قسم بالله ويقول لي عطيتك العهد داكشي اللي عندك ولا غنحطك بالدوسي ما غنديك حتى شي حاجه ولكن بقى راجل معايا قلت لي كون عالي انا عارف راسي غادي لي وانا فاش كتب ديك السميه كنقراها كنلقى السميه والكنيه ديال المراه عندي هي اللي مديكلاري ليهم هي اللي مشات قالت ليهم راه فلان راه روشي عرسي باش انا نمشي ليها باش هي تطلق راسها القاضي معنا كنت كنقول لها الا خربتي شي حاجه راه عمري ما نطبق راه نبقى نقلب لك نجيب لك هذه اللي كانت بقات فيك في الاول وعطفتي عليها وداك الشيء ما اش نقول لك داك الشيء كيبقى مع سيدي ربي ما عنديش مشكل عندي انا الوالده كتقول لي ودي واش انت يا سيدي ربي راه تيقول لنا ما تلقاوش بنفوسكم التهلوكاش من واخا المهم سالات صافي السيده طلقاتني صافي هو هذاك خرجت طرت واحد خرجت مع قرصه خرجت ضربت عام خدمت ديك المكاسه صافي خدام وهذا خليت الناس مع الوالده كاينه بيقرا انا بلاصتي عاوتاني كيبعصا اللي خارج على بيقرا كيقول لها خربه فين جاتك عاون عافاك ايوب وتخرج من تما البلاصه اللي انت فيها لانه التغطيه ما ناقصه وباش اخويا نقدروا نسمعوا لك مزيان سيدي نجيو للمراه الثانيه شكرا الله يرحم والديك شكرا بعدا مي كتفتح لي قلبك بعدا عام ونص هي مشات طلقات راسها الاخرى الاولانيه لا فاش انا تحكمت بعام ونص هي ضربت غير شي شهر واقيلا مشات هي دارت الاجراءات ديالها تمايا جاتني ورقه تما الحبس ما داروا لي المواجهه معها ما والو صافي هي السميره هكا السيده راه طلقات راسها هادشي اللي كاين انا هادشي اللي قلت الثانيه وصلنا معاك للمرحله اللي هذه هي اللي قلتي لنا سيمانه لقيتي راسك مجوج زيد سيدي لا هذه هي اللي قضيه ديال هذه هي دخل ضربوا لي حاشاك اخويا هذه اللي فكلت الضربه بزاف هذه الثانيه اللي قلتي لي الثانيه اللي في الخدمه تلاقيتيها وصدقتي مجوج انت وياها في السيمانه ياك هذه اللي كليت العصا بزاف واش ضربتو لك غير في السيمانه صنف الله العظيم السيمانه قلت لك صافي داكشي مشينا عندهم نهار الحد نهار الاثنين قالوا ثاني ما عرفت والو انا ما نلعبوش هذه السيمانه نهار الاثنين صنفني قالت لي ودي فلان راه واش عندك شي شويه قلت لها راه عطيني داكشي كنت خلص راه باقي ما تخلصتش قالت لي صافي نهار العشيه وجد راسك راه نمشي للعدو ما فهمت والو مشينا للعدو صافي جا لقيت با كيتسنى وما كيتسنى طلعونا تمايا العدو صافي كتبوا معنا كذا قال لها شحال تحط تمايا في الصاغ داكشي هي اللي كتعرف انا ما ضربت لا غادي قالت لي ودي بحال 100,000 ريال صافي قلت لي صافي دير 100,000 هكاك صافي خرجونا وداونا وفرحوا بينا ولكن النهار ما كانش معولي بان غادي زعما يعني معولي غادي زعما غير نكتبوا الكتاب وتمشي عندهم الدريه تدوي واحد الشهر زعما والدها الشيء اللي واقع كانوا ضامنين الله اعلم مشينا فرحوا بينا دخلونا مشينا كتبنا في انزكان ومشينا للجرف دخلوا تما العائله لقينا موجدين تما طارج وفرحانين والعائله مجموعه
كلشي مجموع والحمد لله كل شيء الا شكون العائله ديالي انا هي المهمه. قسم بالله شي واحد نط واحد ما وصلني. علاش؟ حيت اصلا العائله ديالتي انايا شويه صعاب شويه ماشي كلي ما كايناش العلاقه بيناتكم بزاف؟ ما كايناش. وبنادم اللي كان في الحس صافي كينفروه كينفروه. ولاد خالتي كاع عندهم شي حاجه كتحس بان شي واحد حاضي معاك شي حاجه فهمتي. لا ايوا على بناتو على المهم طيب نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا سيدي انا معك المهم صافي دخلنا سيدي فرحوا بينا المسائل. المهم هادشي شحال داز عليه دابا هادشي اللي كتعاود لنا؟ دابا داز عليه انا ويا دابا 6 سنين ديال الجواز. 6 سنين؟ 6 سنين وباقي ما تفرقناش دابا. 6 سنين ديال الجواج وباقي ما تفرقتوش. نعاود لك انا كيفاش القضيه عاوتاني. عاود لي عاود لنا نعمس بالمختصر المفيد. نكمل لك عاوتاني. المهم فاش فرحوا بينا الناس وصلت واحد القضيه 12 طلعونا لحد الدار. انا فهمت والو. طلعونا لحد الدار عطاونا بيت الفوق وسخنوا لينا الماء وحاطين لنا شحال من حاجه في البيت. هما العائله ديالها مساكن كلهم مساكن بنادم كلهم نيه منية وصافي. خلينا من دمادم هذا المصطلح راه ما تقولوش لنا عافاك راه ما تقبحش على النبي عافاك الله يرحم الوالدين. راه راديو وتدوك الناس على كل حال تعاملوا معاك ببساطه ديالهم وبالنيه ديالهم بلا ما اجي لك انا يعني ما نقدحوش عافاك. لا هو مساكن ما فهموا والو. المهم شويه دخلت ندير سديت عليها ريحت انا وياه مجمع شويه ريحنا صافي شويه ولا ندير فيها هكا كنت كتشوف فيا. وانا نقول لها قلت لها كاين شي موس حداك انا صغير. قلت لي علاش؟ قلت لها عطيني موس صغير. صافي ناس كتقلب تمايا زاد واحد الموس زيتو دخلت الطواليت جرحت يديا صافي خرجت في ديك الدم سحبت تما. قلت لها هو عيط على دابا قول لها كيعطي مواد. ولاش؟ راني جيت اخويا بصح. ولكن ما قلتي دابا انت درتي هادشي من راسك؟ لا هي حدا شي ما كتشوف فيا ما هي اصلا نهار اللي تلاقينا داكشي قالت لي شوف انا راه مخبي راه ودير ما كاينش اللي في راسو بانني حد شي يضحك عليا وتعدى عليا ومشى وخلاني انت مسبقا على علم. شتي دابا انت ما كتعاودناش كل شيء. حنا تكلمنا كنقص شويه راه هذاك الشيء. ولكن عاودنا باش ما عرفتش داك الشيء ديز من حداك. صافي الله يحفظك انا معك. المهم صافي ناضت السيده دازت لي على رجليا وعلى راسي وقالت لي عمرني يا ولد الناس ما نسى ليك هذا والله العظيم من هزك العين. ما كاين الحمد لله. عطاتهم كلشي فرحوا كلشي كسمعوا الزهر في الليل ناضوا عاوتاني كيتفرجوا تن كلشي صاريت كلشي فرحوا. علاش؟ كيقول لك وجهها كيقول لها وفلانه وايوب كنقول لهم عام ديك الليله كيقول لي قبل ما نعطي نسول داك الشيء كيقول لك بابا فيك مع فلانه رد بالنا كان على عصر شويه حق الله الا كاملين كيطاقوا عليا الطحف وانا ما فهمت والو. هي دويصره شويه صافي. المهم داز ديك الليله بخير الحمد لله. صافي والله في الصباح مشيت انا ويا المحنه صافي كاري ديك الساعه تمنيت تحت المكازا كريت واحد الدويره 10 ريال فيها جبيوته وملحاض وفيها غزه الحمد لله عايشين بخير الحمد لله بخير. هي زيد عليها بتولد ما عطاناش الله ما كتبش لينا الا غادي العشره تصور غادي في واحد النهار وصل رمضان قاعد كنفطر انا الفطر انا وياه شويه كنمشي وعرفت قلت لها وهي تما يقلب لي الطابله. اش مقطوعه؟ لا ها انت على جيت نهضر ضربت لي الطابله داكشي لا سيدي ما تقولش لي انا قلت لها واش انت مريضه واش انا قال لي مبلي وما كنديرش الحاله درتي دابا تشوفوا الحريره في وصلات شد التمر في وصلات شد الحلوه في وصلات شد الحاله صافي السيده كفرات عليا قلبت بحال الحنش ما فهمت والو. صافي انا قلت صافي السيده واقيلا انا كنقول لها ضربات كنقول لها انت واقيلا هربانه من السيده الحماق راه كديري شي بعيطه ما كتعقليش كديري. المهم زاد اخويا مدة ديال شي 3 سنين اخويا
وتقول لي نخدم في المكازه. هي صافي خدمة المكازه، مشات خدمة المكازه بخير والو. قرب شويه الميكرو ديال التليفون ديالك وعلي شويه الصوت باش نسمعك مزيان عافاك. قلت لك قالت لي بنخدم، قلت لها صافي سيري بغيت تخدمي المكازه سيري. اها مشات خدمة المكازه بخير والو الحمد لله. كان زاد الاولى بخير، كان زاد الثانيه بخير. واحد النهار خلصات هي فرحانه صافي قالت لي فلان عطي الاكادير كذا انا خلصت عليك كذا. قلت لها يلاه مشينا درنا بخير جينا هي نعسات انايا سبحان الله قصتي ديالها اها حليت الساق بحال قلت لي بحال سيد ربي كيسير هذاك الساق. حليت الساق كنقلب الساق كيبان واحد الشيء مخبي لا ما كيبان. اش خليتو استغفر الله خويا زاد كنلقى جوج ملي كدن بحال ما تقداو والله باقي شداد. واه اش هو هاد الاسباب هادشي اش هو هادشي حق السيده كديري الدريه. عيط انا ما قلت لها جي صوت على التليفون شوف بنتك شوفي اش هادشي كدير بنتك واش هادشي علاش كديما انا وياها المشاكل اللي انا وياها الصداع وهادشي. قالت لي وليدي ما ديش عليها راه هي ما سولتها قلت لها كيف ديري قالت لك لا انا كتخاصم معايا كنديرها باش كنتهدم. وانا نقول لها واش العيالات دابا اللي كانوا كيتخاصموا مع رجالهم يشربوا ويكموا باش ينسوا راه ما يمكنش. كتجيني الاول صراحه دويا ود الناس انا راني مبليه ولا عندي نقدر نساعدك ونوقف معاك، ولكن انت فاش تدرقي عليا تقطعي عليا وتغوتي وفي الاخر كتقول لهم انا اللي خايب. انا ملي كتخاصم معايا اش كنقول لهم راه انا اللي خايب راه مقطوع راه ما كاميش راه كيتهز عليا كيغوت عليا فهمتي هذاك الشيء كتردوا لي انا. المهم صافي قلت لها صافي السيده جات امها وطلبتني والدها داك الشيء قلت ما كاين باس سير. قالت لي حمرني وكنعاودها باس. عاوتاني نقول لك انا ما كنبغيش حقا نقلب بزاف صافي باس واحد المده كان شي عام كان جات كنقلب الصاك كنلقاو ثاني فيه مي كدير نفحه شاد الشوتاني عيط على امها لا والو ثاني تزادات صافي انا نقول لها الناس اش هو هاد الشوتاني عندك لا سيدي هذا كتقديم راه كتمن تمايا كان كتقسم بالرب بيت الناس كتهز يوم قلت لك حوايجك وهادشي بحالك قول لي نهار الصراحه وحط لها حطيت لها قران قلت لها قسم بالله بهذا القران والله ما تاذيك شي حاجه جيني الصراحه بيت الناس راني ولد الناس انا راه غادي نوقف معاك. باش بغيتيها تصارحك صارحني واش هاد الشيء عاوتاني خداتو نيت عاوتاني جديد ولا كتكذب عليا القديم البليه يقول لي اي تقديتو قلت له عاد ما تقديتي جيني الصراحه ولدي كتمشي شي عند مالين الديطاي اللي كيبيعوا النفحه وتشدي عندهم. قالت لي لا واحد السيده المكازه اللي كتبيعها هكا كيديروا مكازات كنقول لها راه كاينين شي ماركات اخرى من صافي المكازات راه ما كيبيعوش غير النفحه كيبيعوا العجب خدامه المكازه وكتبيع تحت الدف هي المهم صافي فريته انا وياها سيدك صافي راه في الظاهر راه مكازه واني في الباطن كاين حوايج اخرين تيتباعوا حتى هو كلشي كيتباع كلشي واكل كلشي تما واكل شارب المقابره عن الشاف كلشي اي وحده دخلت الجدار صافي طارت خليها على الله صافي واخ. المهم صافي صبرت معاها وقاسيت معاها وكل مره نخدم مره ما نخدمش المهم عندي واحد المهمه يا ربي تخليها لي طول في العمر وجاني امك محمد واقفه معايا مسكينه داك الشيء قسم بالله يوميا ولا كتغبى نهار ويوميا مسكينه القصه و100 درهم تحت منها وعارفه انا واخا خدام وكتجي تعاون علاش عزيز عليها صافي كتجي كتقول لي هاي شوف هي امك جات مسكينه هي فرحانه بها وتصور كنقول انا من مرة ملي كتفرح ليا بامي هذيك هي الدنيا صافي انا نموت مع السيده صافي السيده حملات ليا شحال دوزتو هاد الجواج عاد جات هاد الحباله هادي سنين هي تجي ليا حماله انا فرحت صراحه الله علاش عمرني ما كنت تمنيت انا تكون عندي شي ذريه انا ما يعني فرحتي تولي اب عمري ما كنت كنطيق راسي نولي اب عمري ما هذيك الامنيه صافي انا عمي ضربت عليك السنين صافي نسيت حتى داك الواد نسيت صافي قلت صافي
صافي فرحت، صافي وليت السيدة صافي نشهد لها بالخاطر، لا سيدي تسدني بعض المرات وكذا، ونقول هانية على الفحم هذاك ما كاين مشكل، وما نتباتل معاها ونجري معاها. قسم بالله الا كانت عندي حق نهار مشات للسبيطار حق حسن الثاني، مشات سيدي حسن الثاني بغات تولد. والله ود اخويا مصطفى لامها معايا كتطلب العراسات. ومع السيدة كانت معاه في العراسات وقيلا شطحات، وانا قلت لها ما تمشيش، مشات وقيلا حامله وقيلا تحركت، ولاو معيطين على لابيناس خادين بها السبيطار كيجرو. حطها تما في السبيطار ورجعت تكمل العرس ديالها. عيطت عليا ايوا قلت لها فين؟ قلت لها ولدي كيف الدار مالك؟ قالت لي وقع لي قلت لها قلت انت مع امك فين هذا؟ اش وقع لك؟ قالت لك بعد ما تشطحيش ما ديري. نط خويا اش غادي ندير؟ قلت لها انا ما عندي باش نتحرك. نط خويا بهاد الكروسه اللي كانت عندي، واحد الكروسه شاريه ليا الوالدين كنت ندير بها وشاريه. نط خويا بعدا 9000 ريال. قلتها لها قبل، قلت لها انا الكروسه فاطمه الزهراء ما عنديش، انا في الكروسه نتفاداو السميات. صافي قلت لها انا في الكروسه. قالت لي صافي هز قدي جي عندي. دابا شنو هي الوضعيه اللي حاليا عايش معها هاد المراه؟ انا نقول لك اخويا هي اللي بنوصل لك اخويا. قول لي يا خويا عافاك. الشهر دابا انا خويا وانايا جاي من اخربان كاين عند الوالد دابا انا في بيكا. علاش هادشي كله؟ علاش سيدي السيده واخا ولدت تبدلت واحد شويه، ولكن نهار دخلت اخويا خدمت ليا في المطار. على المطار سيدي قالت لي باش هضرت معاها قلت لها علاش كتماكي ديما الشيشوارات عند المولى هذاك وليتي كدير الشيشوارات وديري كتقول لي ودي الخدمه كيقول لك خاصك ترقي شعرك وتواكي وداك الشيء على حساب الكور باش يطلع لك بروموسيون، زعما يطلع لك يزيد لك. قلت له واش انا نهار الاول عبد الناس، واش انا درت معاك هوك، واش انا دابا وليتي كتشوي بيا في الدوار عندكم، واش هاد السيد واش هذا راجل اللي ولا كتخرج طارقه الشعر ولا سروال مزيره وخارجه عباد الله في هذا المطار انا واعي عباد الله. قلت له الله يرحمك والد الناس، هذاك الشيء ما خدامش ليا. قال لي ديري شي حاجه اش غدير عباد الناس، انا ما لقيتيني كنبغي بنتي وكنبغيك، واش غدير تستري من الدار ديري زيفك كتوصل للمطار يدير لك المرايات وكل شيء، هذيك الساعه عاودي طرقي شعرك لالا وخدمي. قلت خدمي قلت السيده ما بغاتش فيا هكا. السيده زيارت بزاف بغات تقول لي واش عندها الوالده، قالت لها الله يرحمك والدين مدينتي شوف بحق بنيه. قالت لها شوفي وولدك انا وليت خصني نخرج من الدار بالزيف حتى للمطار ونطلق شعري خصني نطلقو. قالت لها انا من برا. واو كتبت عليا خويا واحد التبديله قسم بالله وانا كنضربها الريبو. ولات كتقول لي خوشي كتقول لي في راسك انت ولد الناس مابقاش تحمل فيك شوفه في راسك اللي عندك النفس. خوي لي الدار مع الدار ماشي ديالي وماشي ديالها. الدار واحد السيد نهار جينا تمايا نهار كانت حامله وبقات فيا ما طلبت لي قابلها، هزيتها من الايتمان وديتها الاخر بها هذا والدها باش يقابلوها. ناض بواها بالليل قال لها خرجي عليا انتيا وهذا خرجي عليا عطيني اتساع. انت وياها؟ انا وياها. علاش؟ واحد الوالده عندها مشكله اخويا ما فهمتش. بحال قلتي ما حملنيش انا الراجل نجي نكون معاهم تما. قال لها سيدي قولي انت ولكن راسك ما عندي ما ندير به، خرج عليا ما عندي ما ندير به. ومي قالت لي لا راجلي ما راجلي ما نخرج. قال لها خرجي كلام خايب كاع خرجي انت وياه عطيني اتساع. بالليل صافي مشينا حسيت تما لاباس عليه. دابا باقي دابا الوضع معلق، دابا معلقين نتوما ما مجوجين ما مطلقين؟ ما مجوجين ما مطلقين وملي كنهضر مع السيده كتقول لك اودي انا مشيت رفعت المحكمه باش ندير تطلق بعد الشقاق. نقول لها وانا دابا حالي قسم بالله العظيم الا كان شي كنطلع على بنتي. وجاتك انت شي استدعاء؟ جاني اخويا والو دابا اخويا مصطفى راه دابا جايه مده شهر وقول شي 3 ايام 4 ايام مازال ما وصلني والو. صيفط لها الناس هضروا معاها سميتو. لا فاش بغيتيهم يهضروا معاها؟ يعني انا شنو وليت كنطلب دابا وليت كتقول لك السيده لا انت فيك شي حوايج خايبين. نقول عطيني السبب باش تفرقي معايا. كتقول لي فيك حوايج خايبين. نقول لها اما هما قوليهم ليا. كتقول لي ودي ما بقيتش كتلبس مزيان، وليت تمشي ورمي في الدوار، وليت لابسه صنداله، ما بقيتش كتهلا في راسك. ما يعني السيده ملي ولات هي كدير هذيك الخصه ديال 60000 ريال صافي انا ما بقيت نافع والو.
انا الله يعاونك هذاك الانسان يعني, اللي يعني المحيط اللي داير بها والناس اللي كتشوف وكيخدموا معاها ولا كتخدم معاهم ماشي هما دوك اللي كانوا كنتي شتيهم في المغازه اللي شحال هذا كان فتعرفت عليك المره الاولى وهكا تخلقت الفجوه بينك وبين مراتك. ايوب حنا طبعا سمعنا لك خويا من اكادير وغادي نسمعوا الاخوان كلهم اللي غادي يقدروا يتفاعلوا معاك. انت اخويا سعيد من فاس اللي كان غادي يمشي لطنجة واللي كان كذلك غادي يعيش التجربه ديال الحريق. غادي يمكن لنا كذلك نسمعوا التفاعلات الاخوان ديالنا الكرام والكريمات بخصوص الناس كاع اللي سمعناهم في اوقات البوحدينا. راه ما نساوش كاين بزاف الاخوان اللي مازال خصنا نلتفتوا البوح ديالهم. حنا مازال معاكم انتم كذلك معنا ضمن هذه الفتره هذه الاثيريه الليليه اللي كتجمع بيناتنا على اثير اذاعه ام ممتنين بالشكر بزاف الاخوان اللي كيكونوا معنا عبر سواء موقعنا على الانترنت amfmradio.ma ولا الاخوان اللي كيسمعونا عبر مختلف دبدباتنا الاثيريه في ارجاء المملكه المغربيه على اثير اذاعه ام رضا في الاشراف على الارسال المباشر واخراج هذا التواصل هذا الاثيري. وانا مصطفى الهرده مازال